لو انت عندك مشاكل في سكر الدم وجي قدامك حاجه زي العنب الاحمر والبرقوق، تفتكر كده ايه اللي هتختاره فيهم؟ ده اللي ان شاء الله هنحاول نعرفه النهارده، وعايزك تصلي معايا على النبي الاول كده. لو جينا للسعرات الحراريه للبرقوق هنلاقي ان كل 100 جرام منه بيديك 50 سعر حراري و13 جرام من الكارب. ده غير كمان ان احنا لو جينا للجلايسيميك لود بتاعه هنلاقي ان هي عباره عن الكميه المسؤوله عن ارتفاع سكر الدم، واللي انا عمال بهاتي فيها بقالي سنه ومن اوائل الناس اللي اتكلمت عليها، وبتوصل من 4 لحد 5. فالحمل هنا قليل قوي. اما بقى لو احنا جينا للعنب الاحمر هنلاقي ان كل 100 جرام منه بيديك 69 سعر حراري و18 جرام من الكارب. وهنلاقي برضو ان الحمل الجلايسيمي بتاعه والكميه مش بتسبب ارتفاع سريع في سكر الدم، وبتكون من قليله لحد متوسطه، علشان الحمل هنا بيكون من 8 لحد 10. ولو عجبك النوع ده من المحتوى اكيد طبعا مش محتاج اقول لك هتعمل ايه. فمن هنا اقدر اقول لك ان الاتنين اختيارات ممتازه جدا في الدايت ومناسبه معاك لو انت مريض سكر. بل وكمان انت تقدر تزود في الكميات ديت ومش هتسبب لك ارتفاع سريع في سكر الدم لو دخلت معاها مثلا مصادر بروتين زي الجبنه القريش او زيت الزيتون، ومعاهم كمان مصدر الياف زي الخضار.